الفيديوهات اللي معانا النهاردة من أجمل وأغرب المواقف اللي ممكن تشوفها. مواقف لو ما كانتش الكاميرات موجودة وقتها مستحيل حد كان يصدق إنها حصلت. أنا محمود المغربي، ما تنساش دعمك للفيديو بلايك والاشتراك في القناة. صلى على الحبيب ويلا بينا نبدأ الفيديو. تبقى قاعد في أمان الله بتفكر في مستقبلك وفجأة تجيلك إشارة إن مستقبلك هيبقى منيل بنيلة. الكاميرات هنا لو ما كانتش سجلت اللي حصل مستحيل حد كان هيصدق. انا شخصيا ما كنتش هصدق. يا ابن اللعيبه، لا جامده بصراحه. ساب الطريق وقرر يركز مع الشخص اللي راكب العربيه. بجد تستاهل اللي حصل لك. دايما ما تامنش للحيوانات اللي بتكون محبوسه زي دي، لان رد فعلها بيكون غير متوقع تماما. الثقة اللي عند البنت دي هتوديها في داهية. شايفة الفيضان قدامها وبرضه مصممة تكمل وكأنها بتعاند نفسها. ادي اخرة الثقة الزيادة. بجد تستاهل اللي حصل لها، والمصيبة انها لسه مكملة وكأن مفيش حاجة حصلت. الحمد لله انها عدت على خير وما حصلوش حاجة. اهو ده بقى صاحبك اللي اول ما يروح اي مكان تلاقي الكاميرات شغالة ال 24 ساعة، ما يبطلش تصوير في نفسه. يا جدع ارحمنا بقى. اخينا ده كان بيصور الجماعة دول علشان يعملوا اعلان للبيتزا، بس اللي حصل كان حاجة تانية خالص. الله ينور عليك يا كبير. وهنا بقى لما تعرف ان المرتب نزل والبنك خلاص بيقفل، بتعملوا ايه؟ ده انا ما صدقت ان المرتب نزل. اخينا ده يا عيني ما كانش عنده اي فكرة عن اللي هيحصل له. البس يا معلم. لما تيجي تبدأ يومك في شغلك ويبقى كده، واضح هنا ان اليوم باين من اوله. دايما لازم تسمع كلام المعلم بتاعك في الشغل، زي الشخص ده بالظبط اللي واضح عليه ان فاهم شغله. تبقى فايز وفرحان جدا، بس مش للدرجة دي. ده انت عملت للمدرب بتاعك اعادة ضبط مصنع. لما تبقى خلاص اقتنعت بالشغلانة بس انت نحس. يا لهو على اللي حصل. ده انت كلمة نحس قليلة عليك. اخينا ده اول يوم ليه النهاردة في الشغل، وشكله كده هيبقى اخر يوم برضه. صاحب الشغل ده مش نافع تاني. العامل ده قرر يشغل دماغه ويا ريته ما شغلها اصلا. النتيجة كانت كارثة بمعنى الكلمة. وهنا لما يكون اول يوم ليك في الجيم النهارده، الراجل ده والكلب بتاعه واضح ان بينهم تفاهم مش عادي. مش قلتلكم متفاهمين جدا. On the slant to Williams, and he spins his way into the end zone. تخيل بقى تبقى قاعد في المحل والدنيا رايقة ومفيش أي حركة خالص، وفجأة حمد لله على السلامة يا كبير. دول أكتر عمال هتلاقيهم متفاهمين جدا مع بعض، لدرجة إنهم هيخلصوا شغلهم من غير أي مشاكل. حتى شوفوا هنا بنفسكم. الناس اللي لسه بتتفرج ومكملة معايا لحد اللحظة دي، صدقني مش هتخسر حاجة لو عملت لايك للفيديو واشتركت في القناة. مفيش حد بيشيل غلطة اللعيبة اللي هنا غير الحارس ده. يا ساتر يا رب، ده شكله بقى في عالم تاني خالص. لما تحب تساعد بس تطلع نحس. مع السلامة انت. المهم العربية. الناس حبايب قلبي اللي لسه مكملين معايا، مش هتخسر حاجة لو عملت لايك للفيديو واشتركت في القناة وصليت على الحبيب. البنت الصغيرة دي من كتر ما باباها عمال يشجع فيها، الحماس زاد معاها جامد. عدت خط النهاية ومش عايزة تقف.
تبقى قاعد في امان الله لا بيك ولا عليك، وفجأة ادي اخرة السهر طول الليل. العامل ده هيتسبب في كارثة دلوقتي. الشخص ده كان حلمه الوحيد يجيب جهاز بلاي ستيشن جديد، ومن الفرحة بدأ يعيط. العامل اللي كان موجود حب يواسيه. وهنا لما تكون بتهزر مع صاحبك اللي بيدوخ بسرعة بتكون دي النتيجة. ده بقى الشخص اللي مبدأه في الحياة أي حاجة يشوفها لازم يقلدها. أدي آخرة اللي يسمع كلام صاحبه علشان يصوره. البنت دي كانت بتحاول تعمل مقلب في أبوها، بس طلع معدل ذكائه أقوى بكتير. الراجل ده فعلا بيلعب في عداد عمره. بعد اللي حصل له ده مستحيل يفكر يقرب ناحية عربية زي دي تاني. طبعا مفيش أحلى من إنك تخلص شغلك بنفسك زي الشخص ده. يا ريتك يا جدع ما فكرت تعمل حاجة أصلا. هو أنت تاني؟ يا رب تركز المرة دي بقى. يخرب بيتك، الواد ده لو قعد شوية كمان هيبوظ الدنيا أكتر ما هي بايظة أصلا. أهو ده بقى النحس لما يكون مش عاوز يسيب صاحبه. مين بقى اللي قال إن السلاحف مش ذكية؟ بص السلحفة العبقرية دي علشان تهرب قبل ما صاحبها يرجع عملت حركة ولا أذكى منها. الثقة الزيادة دايما بتكون نتيجتها غير متوقعة. أخينا ده شكله أول مرة يروح الجيم النهاردة. يا جدع حرام عليك، بتعمل ايه في نفسك؟ حد يلحق الواد ده، الواد بيضيع مننا. الشخص ده حظه نحس قوي لأنه هيكون التجربة الأولى على ترابيزة نقل المرضى. الشخص ده بيحاول بكل الطرق يعدي من غير ما يبهدل نفسه، لكن شكله كان نحس قوي. وده آخرة اللي يسيب شغله ويعمل زي الشخص ده. وهنا بقى لما تكون طالع عينك في الشغل طول النهار ويا دوب بتفكر تريح شوية، عم الحاج ده شكله فاهم موضوع السلامة بطريقة تانية خالص. الله ينور عليك، اهو كده تمام التمام. كمية الثقة اللي الشخص ده فيها هتوديه في داهية دلوقتي. مش قلتلكم؟ اهو فعلا راح في داهية. لو فكرت في يوم تستفز اللامة هتديك جزائك فورا زي ما حصل هنا بالظبط. اخينا ده وهو بيلعب مع فريقه شاط الكرة بالغلط وفكر نفسه جاب جول. لا وكمان قلع الفالنة، يخرب بيت دماغك، اديك لبست في انذار محترم. حد يفهمني العربية دي هنا بتعمل ايه؟ طلعت ازاي اصلا؟ والسواق ماشي بيها بالطريقة دي كأنها حاجة عادية؟ ده شكله دماغه في حتة تانية خالص.
الشخص ده هيتعلم درس دلوقتي ان مش اي حاجة ينفع يحركها من مكانها. اخينا ده بيستعرض خدمة التوصيل السريع باسلوبه الخاص. الو. والحمد لله وصل بالسلامة. الحمد لله على السلامة يا كبير. تخيل لما يكون ده اول يوم ليك في الشغل ويحصل معاك الموقف ده. اكيد بعد اللي حصل ده يا تدفع تمنها يا تترفد رسمي، مفيش حل تاني. الحماس الزيادة عن اللزوم ممكن يعمل اكتر من كده بكتير. الشخص ده عنده توازن فوق الخيال. يا راجل كسفتنا. البنت اللي نزلت دي حظها كان وحش جدا، الإضاءة ما كانتش كافية علشان تنور لها المكان. لما تبقى خلاص خلصت مشروعك وتكتشف ان المكان ده كان نحس عليك من الأول. التروسيكل ده واضح ان ما بيحبش النظافة خالص. المشكلة ان عارف الطريق بالظبط. ده شكله ملبوس ولا ايه؟ في اخر لحظة الشخص اللي سايق العربية وقف قبل ما يخبط الراجل ده. خد بالك بقى المرة الجاية. Ayúdame, mi chalán. Pásame el cubetazo. No, no tiembles. Pásamelo, pues. Pásamelo. No tiembles, عربية البلدية مش بس خدت الحمام، لا ده كمان خدت الراجل بنفسه. الناس دي بصراحة شايفة شغلها. تخيل كده تبقى رايح شغلك ويحصل معاك الموقف ده. ده انت نحس بجد. الراجل ده والوزة بتاعته بينهم حب ومودة مش طبيعية. شوفوا هنا لما حاول يبعد عنها رد فعلها كان حاجة تانية خالص. البنت دي باين عليها ان بتتعلم السواقة، ورغم ان الشخص ده بعد عنها بعد ما خبطته لكن شكلها مصممة ما تسيبوش في حاله. يا عم مظبوطة، بتبص على ايه؟ خش انت بس وملكش دعوة. الله ينور عليك، هي كده نزلت في مكانها الصح. العش اللي قدامكم ده مش بتاع نحل عسل، ده بتاع الدوابير الحمراء. شوفوا حجمه عامل ازاي والهندسة العجيبة اللي عملوا بيها العش ده. سبحان الله بجد شغل ابداع. بصراحة تفكير البنت دي حلو انها تصبر علشان تعدي الطريق، بس لازم يظهر حد غبي زي ده يبوظ الدنيا. الفنون القتالية بالنسبة للشخص ده حاجة سهلة جدا، حتى شوف بنفسك. الشخص ده واقف بيشرح لأخينا ده ازاي يعمل قفزة محترمة، والتاني حب يعرفه بتتعمل ازاي. الله عليك، يا ريتك ما عملت حاجة اصلا. شوف هنا عملية السرقة اللي القطة دي بتحاول تعملها. عندنا القطط ما بتفكرش، بتخطف وتجري على طول. الراجل كان راكن الموتوسيكل ومجنزره كمان، رجع ملقاش غير الشلتة. ربنا يكون في عونك يا نجم. لا بجد والله يا ابني انت تستاهل الكرة الذهبية. الشخص ده اصحابه قرروا يعملوا فيه مقلب محترم، وجابوا له شمع من النوع اللي ما بيطفيش ابدا. فضل زي ما انتم شايفين يطفي في الشمع طول الليل. وللاسف وصلنا لنهاية الفيديو، لكن الاوقات اللي دايما بقضيها معاكم بتكون من احلى واجمل الاوقات، وساعتها بكون مبسوط جدا. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. اشوفكم بخير، سلام عليكم.